الاتحاد السعودي راح يلعب مع الاهلي المصري يوم الجمعه الجايه. يقول لك جابك الله ولا الهوج هو اللي جابك. يعني فعلا هذه المباراه مرتقبه، وكثير يعني من الجمهور السعودي يعرفون ان الاتحاد السعودي، نادي الاتحاد السعودي عمره ما شاء الله تبارك الله عمره ما سمع هارد لك قدام الاهلي المصري. حتى بعض الاحبه من جمهور النادي الاهلي المصري ولهم تقديرهم ومحبتنا لهم، كل ما تكلموا يقول لك احنا فزنا على الهلال. ايوه مالي شغل فيك، انت لعبنا. يعني نتكلم اليوم عن الاتحاد. الاتحاد مسوي بصمه وين ما تشوف الاتحاد. في اغنيه عن جمهور الاتحاد تقول ايش تقول يا عبد الله؟ يقول لك يجيب له ربشه. ايش؟ بعرفها. يقول لك الاتي لا لعب. شكرا للاستاذ عماد خبير مدرجات. طيب الاتي لا لعب جاب الخصم ربشه. بعض جمهور الاتحاد يقول يا اخي لا تسخنهم علينا اذا ما قدرت تفوز على الهلال المصري. يعني مع احترامنا وتقديرنا، ما في شك ان الانديه السعوديه هي العنوان الرئيسي لكره القدم العربيه الحين ولا نقاش. بيجي واحد يقول لي التاريخ والجغرافيا والهندسه والجبر والرياضيات هذه موجوده. لا يعني ما حد معترض على التاريخ، بس المشكله ان انت هتلعب مع التاريخ نفسه. كره القدم العربيه نتكلم على واقع كره القدم العربيه. اذا الانديه السعوديه في كل المحافل القاريه والدوليه ما قدرت تكون جرافه، ما في اي حد شيل. عشان ليش الدعم هذا والانفاق هذا والصرف هذا والشغل اللي قاعد يصير في كرة